سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. ترتيب الدوري الجزائري بعد انتهاء الجولة المؤجلة لمباريات الدوري الجزائري المحترف. فاز شبيبة القبائل على نجم بن عكنون ب3-1، وفاز مولودية الجزائر ب1-0 على اتحاد العاصمة، وخسر نادي بارادو لصالح شباب بالوزداد 3-0. نذهب لترتيب الدوري الجزائري. يتصدر الدوري الجزائري مولودية الجزائر في المركز الأول برصيد 52 نقطة، يليه شبيبة الثورة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، يليه فريق أولمبي أقبو في المركز الثالث ب39 نقطة، يليه شباب قسنطينة في المركز الرابع ب38 نقطة، يليه في المركز الخامس مولودية وهران برصيد 36 نقطة، يليه فريق شبيبة بالوزداد في المركز السادس برصيد 35 نقطة، يليه في المركز السابع شبيبة القبائل برصيد 34 نقطة، يليه فريق نجم بن عكنون في المركز الثامن برصيد 34 نقطة، يليه فريق اتحاد العاصمة برصيد 29 نقطة، يليه في المركز العاشر اتحاد خنشلة برصيد 28 نقطة، يليه أولمبي شلف في المركز ال11 برصيد 28 نقطة، يليه مستقبل بلدية الرويسات في المركز الثاني 10 برصيد 27 نقطة، يليه وفاق سطيف في المركز الثالث 10 برصيد 26 نقطة، يليه فريق النادي بارادو في المركز الرابع 10 برصيد 17 نقطة، يليه فريق ترجي مستغانم في المركز قبل الأخير ب17 نقطة، ومتديل الترتيب مولودية البيض في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.